اهلا بيكم متابعينا من كل مكان. النهارده معاكم مع حكايه جديده من حكايات غاوي حكاوي. جبنا لكم النهارده فيلم جديد متاكد انه هيشدكم من اول دقيقه. ولو انت عايز اي فيلم تشوفه على قناه الغاوي اكتب لنا اسمه في الكومنتات اللي تحت الفيديو، واخبط اللايك الجميل بالمره وانت نازل. ويلا عشان ما نطولش عليكم جهزوا الفشار والمشروب المفضل ويلا بينا. فيلمنا بيبدأ مع جوين اللي بتكون بتعزف على الدرامز في الباند بتاعها، وبتكون منسجمة جدا بتفكر في صاحبها اللي ما عادش معاها دلوقتي للأسف، واللي كانت حول لسحلية شريرة. وهي وقفته ما تعرفش انه صاحبها، وانها ما حبتش حد قده غير مايلز مالرز واللي مش موجود في العالم بتاعها. والقصة دي بتكون عارفها من الجزء الاول او الفيلم اللي فات ليهم. المهم نرجع لجوين اللي بيرجعها صحابها اللي معاها في البند للواقع بعد ما كانت منسجمة جدا. بعد كده بتروح جوين تحارب شرير في عالمها، بس هو مش من عالمها قوي، تحسه هربان من متحف، وفجأة بيظهر نسخة لسبايدر مان قبل ما الشرير يموت جوين واسمه ميجل. وده نسخة من سنة 2099، وإن مهمته إنه يرجع كل حاجة للعصر بتاعها. وقبل ما يكمل بيرجع الشرير يضربهم تاني. ومع ان ميجل اللي يعتبر جاي من المستقبل قوي بس مش قوي كفاية، فبيطلب المساعدة من الهولوجرام او المساعدة بتاعته. فبتفتح بوابة بيطلع منها سبايدر مان تاني بس ست وحامل وعلى موتوسيكل. ما تستغربش كتير، لسه في الاغرب جاي. المهم بيقدروا انهم يقضوا على الشرير، بس بعد ما بيفرهدهم بيجي الشرطة برضو تعمل اللي عليها وكده. وبيجي الشرطي يقبض على جوين وبتكون تعبت ومش عارفة تهرب، فبتقرر انها تكشف شخصيتها يمكن الشرطي يسيبها، خصوصا انه باباها. بس لا بيتصدم لما بيعرف ان ازاي يا بنتي تخبي عليا كل ده وبتاع، وبيفتكر انه شافها مع جثة بيتر. وبيكون مفكر من ساعتها انها قتلته، معرفش انها كانت بتحميهم من شره. وبيقرر انه يعتقلها خلاص. فبيجي تاني نسخ سبايدر مان ينقذوها بانهم يقفلوا على باباها بمجال كهربائي. وبتقرر السبايدر مان الست انها تضمها للتيم بتاعهم عشان صعبت عليها وكده. وبيفتحوا بوابة وبيدخلوا فيها. وبنروح لبطل الفيلم مايلز مالرز اللي بيكون عنده اجتماع في المدرسة مع المديرة وأهله، واللي بالمناسبة بيكون باباه شرطي وبيكون متأخر عليهم بسبب مهامه البطولية. وإنه بعد ما بيخلص على الشرير اللي اسمه البقعة، أو هو يبان شرير بس هو في الحقيقة بسكوتاية، وبيحاول يسرق مكنة الصراف الآلي في السوبر ماركت. وبيكون على نياته خالص بقدرته اللي هي انه يخترق حاجز المكان بانه يعمل ثقب يروح بيه حتة تانية. وبيحاول يعمل كده على المكنة بس بيروح لرف الخضار. ولما صاحب المحل بيشوفه بيقرر البقعة انه ياخد المكنة كلها بزي ما هي كده ويهرب. بس بيجي مايلز وهنا بيتصدم البقعة وبيقول له انت السبب اللي خلتني كده. ولسه هيكمل فبيوقفه مايلز لانه مستعجل على الاجتماع وكده. بس بيكون البقعة مصمم انه يحارب. فبيوفر علينا مايلز الوقت ده وبيشرح لنا عن التطورات اللي حصلت في حياته من الفيلم اللي فات وهو بيحارب البقعة. وبيقول لنا انه حارب اشرار كتير وطور من نفسه ومن بدلته وعمل لها ديزاينات كتير، وان قد ايه جوين وحشاه. وكامن بيورينا رسوماته ليها وكده يعني. وبيكون باباه عمال يبعت له عشان يجي يحضر الاجتماع. بيقرر انه خلاص بقى كفاية تهريج، فبيقضي على البقعة وبيرجع بيتهم عشان يغير هدومه وبيروح على المدرسة. ولما بيوصل للاجتماع بيكون متأخر جدا، بس بتقرر المديرة انها تقول لهم على الخلاصة برضو، وهي ان ابنهم بيغيب من الحصص ودرجاته مش قد كده في العموم ما عدا مادة الفيزياء، وانه كان كاتب من احلامه انه يروح يدرس في مدرسة الفيزياء والكم والحاجات دي. واللي بيتصدم اهله خصوصا مامته لما بيعرفوا حاجة زي كده، لان المدرسة دي بعيدة وهو لسه صغير ما يعرفش يعتمد على نفسه. وانه يا حبيبي بطلت تحط له مشمع من يومين وهي ما تعرفش انه شال المدينة بتاعتهم كلها. وفجأة بيحس بحاجة بقدرته بتاعة العناكب دي، ان البقع الشرير اللي لسه حاكين عنه انه رجع تاني يسرق مكن الاي تي ام. فبيقاطع امه وحوار المشمع ده وبيديهم اي عذر وبيمشي. ولما بيوصل للبقعة بيقرر بقى انه يكمل حياته اللي ما حكاهاش. مش قلت لك انه شرير بس بسكوتات تحس انه محتاج حد يسمعه ويطبطب عليه بس. وبيحكي بقى المايلز ازاي هو كان السبب في انه يخليه كده، وانه كان دكتور في المكان اللي دمره الفيلم اللي فات، والمكان ده اللي كان جه منه العنكبوت اللي من بعد تاني عضة. والقصة دي بس بيحكيها من زاوية تانية، انه كان موجود في المكان وهو بيدمر، وانه حاول ينقذ الجهاز اللي اخترعه قبل ما يدمر، وانفجار الجهاز هو اللي خلاه كده. فخلاص هو مايلز السبب. هتسألني ازاي، اقول لك معرفش، بس هو شايف كده وبيحاول انه يهجم عليه. ولسه مايلز والشرطة وبالصدفة بيكون ابو مايلز هو اللي موجود.
وبيستعدوا بقى، فبيفتح بقعة بتوديه لمكان تاني بالغلط. وهنا بيتكلم مايلز والشرطي اللي بالنسبة له انه بيكلم سبايدر مان عادي عن مشاكله وعن ابنه، وبيقرر سبايدر مان انه يديله نصيحة انه يسيب ابنه ينطلق ويكتشف العالم وكده. وبنروح للبقعة في المكان اللي راح له، وانه هناك بدأ يفهم قوته، وانه بالبقعة دي بيقدر يدخل عوالم وابعاد مختلفة، مش بس انه يروح من مكان لتاني. وفي رحلته الاستكشافية دي اللي بيروح فيها لعالم زي المجلات، وبيدخل عالم تاني بتاع ليجو، وبنسيبه هو يكتشف العوالم دي وقدرته. وبنروح لعالم الليجو السبايدر مان اللي فيه بيتصل بالمنظمة بتاعت العناكب، وبيعرفهم على مشكلة البقعة وانه بيخترق العوالم وكده. وبنرجع تاني لمايلز اللي بيكون عنده حفلة باباه عاملها، ومجمعين العيلة كلها والاصدقاء وكده، وبيكون كالعادة كله موجود ما عدا مايلز اللي برضه بيحارب الاشرار وبيجيب التورتة بتاعت الحفلة. وبعد معاناة من حربه مع الاشرار وانه يشتري التورتة ويوصل البيت ويغير هدومه ويروح الحفلة، بيكون طبعا التورتة باظت. وساعتها بيقرر اهله انهم يقفلوا بقى ويكملوا، ومهما حاول يهرب منهم يقف له برضه. وبينتهي النقاش بتاعهم بانه متعاقب لشهر، ولما سابهم ومشي بقوا شهرين عشان مش بيسمع الكلام وكده. وفي اوضته بيلبس سماعته ويسمع المزيكا اللي بيحبها، وبيمدد على السرير، وفجأة بنشوف الحاجات حواليه بتطير. وبتقع جوين على السرير بتاعه فجأة من السقف، وبتلاقي مذكراته اللي كان راسمها فيه وكاتب قد ايه هو بيحبها وكده. ولما بتقرا ده بتقول له وانت كمان وحشتيني وتعالى نخرج نتمشى سوا، وبيخرج معاها. وفي الطريق هما بيتمرجحوا من مبنى للتاني، بتحكي له عن آخر الأخبار والمستجدات في حياتها، وإنها انضمت لتيم سبايدر مان الحامل وموتوسيكل وكل حاجة. وفي النص بتختفي وبتروح تحط كاميرا على البقعة، وبترجع له تاني وبتكمل كلام عن إنه نحس، وإن كل سبايدر مان هي بتحبه في أي عالم بيحصل له حاجة وحشة. وتاني بتسيبه، بس المرة دي بتقوله عشان عندها حاجة مهمة. ساعتها مايلز وشعور العنكبوت بتاعه بيخليه يروح لنفس المكان اللي راحت له جوين، وهو بيت البقعة. وبتروح هناك بعد ما الكاميرا جابت لها الانفجار اللي حصل هناك. ولما بيشوفها مايلز بيشغل الاختفاء في البدلة بتاعته وبيدخل وراها، وبتشوف جوين في الكاميرا بتاعتها ان البقعة عرف يخترع الجهاز بتاعه تاني ويشغله عشان يقدر ينتقم من مايلز، وانه شغل الجهاز وده كان السبب في الانفجار. وفجأة بيجي لجوين اتصال من سبايدر وومن الحامل انها ما شافتش شغلها وما ركزتش على البقعة وراحت تشوف مايلز، وعشان كده قدر يعمل جهازه وكده هيبقى أقوى. وبتفتح لها بوابة توديها للبقعة بعد ما عملوا له تعقب ولقوه في زمن 50,101. وبيكون مايلز مصدوم بعد اللي سمعه إنها مش جاية عشاني وجاية في مهمة وكده، وتفكيره بيخليه يدخل وراها في البوابة قبل ما تقفل. وبيدخل الاتنين الزمن 50,101، واللي بيكون فيه سبايدر مان هندي، والبقعة عامل لهم قلق هناك فبيساعدوا إنهم يخلصوا عليه وبينقذ الناس وكده. بس بيكون البقعة أقوى بكتير من المرة اللي فاتت، وبيكون رايح في طريقه للمختبر في العالم ده عشان يشغل الجهاز اللي فيه اللي هو زي الجهاز اللي اخترعه، وبيقفل على نفسه بمجال كهربي كده. وبيحاول مايلز انه يخترقه بقوته الكهربية بس مش بيقدر. فبيجي سبايدر مان جديد واسمه بوبي، واللي بيكون عازف روك، وبيقدر يخترق الحاجز بالجيتار الالكتريك بتاعه، بس بيكونوا اتأخروا سيكا. وبيكون البقعة شغل الجهاز واللي بيبدأ المبنى يتدمر. وفي ثانية كده بيتصل البقعة بمايلز ذهنيا وبيوريه المستقبل، أو بمعنى أصح بيوريه هو عايز يعمل إيه في المستقبل. وبينتقم بانه يقتل ابوه الضابط وكده. وبيفوق لما بيروحوا كلهم عشان ينقذوا الناس حواليهم من انهيار المبنى، واللي هي حاجه صعبه، انت في الهند برضه عارف في ناس قد ايه. المهم بتيجي لحظه بيكون سبايدر مان الهندي لازم يختار انه ينقذ حبيبته او عمه الضابط اللي كان راح ينقذ بنت صغيره، فبيقرر انه يحاول ينقذ الاتنين. وبيمسك الاتوبيس اللي فيه حبيبته بس مش عارف دلوقتي انه ينقذ عمه، فبيتدخل مايلز وبينقذ هو العم والبنت. وبعد كده بيوصل تيم من السبايدرز وبياخدوا مايلز معاهم للاجتماع بتاعهم في المقر، وهناك بتلاقي كل السبايدرز اللي بتحلم بيهم من كل العوالم. وهناك بيوصلوا لميجل اللي بيكون متعصب جدا من مايلز وبيقعد يرمي عليه حاجات لانه انقذ عم سبايدر مان الهندي، وبيفهمه ان احنا في عالم كبير متصل ببعضه وبيمشي بتسلسل واحد، وان كل سبايدر مان لازم تيجي له لحظة يختار فيها يموت له ضابط او انه ينقذ العالم كله، وانه ما ينفعش ينقذ كل حاجة ولو ده ما حصلش بتدمر العالم كله. وطبعا بيفهم مايلز ان باباه الضابط هيموت زي ما شاف من البقعة، وكمان مش هيقدر يعمل حاجة، وان ميجي اللي عرف كل ده لان ده اللي حصل معاه هو شخصيا، وان العالم بتاعه اتدمر بعد ما حاول ينقذ كل حاجة.
مايلز المراهق بيكون مش عاجبه الكلام وبيكون شايف انهم ابطال يعني يقدروا ينقذوا كل حاجة، وبيجيله سبايدر مان اللي اسمه بيتر من الفيلم اللي فات واللي بيكون متجوز وعنده طفلة، بيحاول يقنعه بس مايلز دماغه جزمة، فبيقرروا انهم يقفلوا عليه بمجال كهربي كده. بس بوبي كان علم مايلز ازاي يقدر يخترق المجالات دي بقوته، فبيخرج منها وبيهرب. فبيقول ميجل لكل السبايدرز انهم يمسكوا سبايدر مان، فكلهم بيشاوروا على بعض ومش عارفين مين فيهم المقصود. فبيحدد لهم ميجل انه مايلز، بس بيقدر مايلز انه يهرب من كمية سبايدر هيروز، حتى كان منهم سبايدر كات، وبيقدر يضحك عليهم كلهم ويطلعهم بره المبنى. وبيطلع وراه ميجل واللي بالعافية بيمسكه وبيقعد يقول له انه اتعمل غلطة وكمان عايز يدمر العالم بتاعه. فبتزعق جوين لميجل وبتقول له يسكت، بس بيكمل وبيقول له ان البقعة اخترع جهاز جاب بيه عنكبوت من بعد تاني وعضك، كل المفروض ما كانش ده يحصل، وبكده في عالم ما فيهوش سبايدر مان بتاعه بسببك. وبتوقفوا جوين عن الكلام وبيهرب منهم مايلز وبيدخل هو المبنى وبيحط الدي ان ايه بتاعه جوه الجهاز بيرجعه العالم بتاعه. وبيحاول ميجل انه يوقف الجهاز بس مش بيقدر لانه اتاخر وبيكون متعصب جدا. فبيرجع جوين كمان لعالمها وبياخد منها الجاهز بتاعهم. وبنروح لمايلز اللي بيروح العالم بتاعه بيقابل امه وبيقعد يعتذر لها عن انه كان مختفي الفترة اللي فاتت، وبيعترف لها انه سبايدر مان. فبتقول له انه مين سبايدر مان، وبيعرف هنا انه راح للعالم اللي جاي منه العنكبوت مش العالم بتاعه هو. وبيشوف عمه اللي هو بيحبه جدا وبيجري عليه يحضنه، وبيقعدوا يتكلموا شويه لحد ما فجاه بيجي حد يضرب مايلز على دماغه وبيغمى عليه. بنروح احنا بقى لجوين اللي في العالم بتاعها دلوقتي وبتقابل باباها وبتتكلم معاه، فبتعرف انه ساب الشرطه وانه من فترة دي بسبب بنته. وقعد هو وجوي يتكلموا لحد لما بيتصالحوا وبيديها هدية كان حد سايبها ليها هنا، وهو بوبي اللي مديها جهاز زي اللي هم أخدوا منها عشان لو حاجة حصلت كان نتوقع انهم هيعملوا كده. وبتاخد جوين الجهاز وبتروح لمايلز وبتلاقي اوضته فاضية، فبتروح تقابل عيلته اللي هم قلقانين عليه بعد فترة اختفائه دي، فبتكلمهم تطمنهم وبتروح تدور عليه في باقي العوالم. وبنرجع له هناك لما بيفوق بيلاقي ان عمه ربط وانه بيلبس زي قبضة على ايده ولسه هيضربه، بس بيكون طلع بيهوش بس. وبعد كده بيدي القبضة لمايلز بتاع العالم ده اللي بيكون شرير زي عمه، وبيسأله مايلز البطل بتاعنا عن ابوه بيقول له انه مات. فبيقول له مايلز البطل انه ابوه لسه عايش في مكان تاني وانه عايز يروح ينقذ ابوهم، بس بيقول له مايلز الشرير وايه اللي يخليني اسيبك. وبنروح للبقعة اللي بيروح لبيت مايلز عشان يكمل انتقامه، وبتروح جوين لبيتر عشان تكلمه عشان ينقذوا مايلز، وبيروح تيم بتاع الجزء اللي فات وبوبي والهندي عشان ينقذوا مايلز. لغاية هنا بنكون وصلنا لنهاية فيلمنا النهاردة. استنونا في حكايات كتير لسه جاية، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو لسه ما عملتش، وعرفنا رأيك في الكومنتات اللي تحت. ولو حابب نلخص لك أفلام تاني اكتب لنا اسم الفيلم بس وسيب الباقي علينا. باي باي.